بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين وأحلى اخوات. طبعا كلنا اليومين اللي فاتوا وبداية من امبارح صحينا كلنا على طبعا الكابوس بتاع زيادة الكهرباء. احنا مش عارفين الحكومة عايزة مننا ايه والدولة عايزة مننا ايه. ما احنا قلنا يا جماعة من الاخر كده، يا ياخدوا المرتب ويدينا على قده خدمات، يا يدونا خدمات على قد المرتب. عيشونا، عيشوا وعيشونا. يعني احنا خلينا نعيش، انتوا عيشوا واحنا كمان نعيش معاكم، مش انتوا تعيشوا بس واحنا نداس بالرجلين. زيادة الكهرباء، بصوا بقى، بناء على الإحصائيات اللي مفيش بعدها كلام، ده كلام النائب عبد المنعم إمام، يعني كلام يعني مفيش بعده كلام، وهو نائب في البرلمان. يعني كلام كله حقيقة، مش كلام جاي من الشارع ولا حاجة. بصوا بيقول لك الرئيس مدبولي منذ تولي حكومة مدبولي أو الرئيس مصطفى مدبولي الحكومة من 2018 حتى الآن. بص بقى، الكهرباء زادت بنسبة 762%، 762% من 2018 للنهاردة. تذكرة المترو زادت بنسبة 925%، يعني يعتبر 1000%. تذكرة المترو اللي كانت بجنيه وكانت ب3 جنيه بقت ب10 جنيه، أقل حاجة 10 جنيه. اسطوانة الغاز، بصوا بقى، أنبوبة الغاز اللي كانت ب3 جنيه ونص وكانت ب30 جنيه، بصوا زادت بنسبة كام؟ 1150%. اللي مش مركب غاز هو اللي عارف الزيادة البشعة دي. ليا بنت عمي ساكنة في الدور ال13، بتاع الغاز بيطلع لها انبوبه الغاز ب 500 جنيه، ثمنها 350، وعشان يطلعها الدور ال13 بياخد 150 جنيه. اصبحت انبوبه الغاز ب 500 جنيه. البنزين 92 بنسبه 594%. الفراخ البيضة زادت بنسبه 450%. الطعام ولا حرج بقى، يعني انتوا خدوا عندكم بقى زيادة الأسعار في كل حاجة. لكن بقى هنا حط ده، زيادة الأسعار دي قصاد المرتب، قصاد المرتبات. سنة 2018 كان الفرد أو في الحكومة أو الموظف في الدولة بياخد 168 دولار، 168 دولار. أصبح النهاردة بياخد 122 دولار. يعني الأسعار زادت والمرتبات قلت. ليه؟ كل ده ليه؟ طب قولوا لنا. طب ما هو المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمحور 26 يوليو اللي هو بيتكلم عليه ويقول ناكل ولا نقعد في خرابة. ماشي، ما انت اديتنا وعد، انت قلت لنا خلال سنتين الدنيا هتبقى زي الفل، من 2014 ل 2016. جيت تاني قلت 6 شهور، جيت تالت قلت سنة 2020 شوفوا مصر في حتة تانية، وفعلا شفنا مصر في حتة تانية في 2020. من 2020 ل 26 الدنيا بقت بزراميط. مفيش حرفيا بمعنى كلمة مفيش. مش النهاردة 2 في الشهر اهو، والله العظيم والله العظيم احنا ما معانا مرتبات. احنا ابتدينا نستلف زي كل شهر، بقينا عايشين في دوامة الديون. طب وبعدين وزي ما قلنا الايجار القديم من اول الشهر الجاي، ولو المحكمة الدستورية ما حكمتش بعدم زيادة الإيجار الزيادة الباهظة دي، قول على الدنيا يا رحمن يا رحيم. لازم يتاخد إجراء
حاسم من المحكمة الدستورية في موضوع الإيجار القديم. زي ما قلت لكم والفيديو اللي فات والحلقة اللي فاتت، بصوا الواحد وشه عامل ازاي. والله انا ما رحت الشغل النهارده من القرف والزهق والنكد اللي في الشغل. انتوا عارفين المستشفى اللي انا شغاله فيها مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد الشهير بالفرنساوي. ليه؟ لان اللي كان عمله الفرنساويين سنه 90 وافتتحناه سنه 95. كنت لسه عيله سنه 95، كنت لسه متخرجه. انتوا عارفين القصر خرابه، عباره عن خرابه. كانت القصر العيني دوت كان الرئيس مبارك لما جه افتتحه استخسروا يعملوا مستشفى حكومه، لان الفرنساويين هم اللي عملوه وكانوا عاملينه مستشفى مجاني. من كتر نظافته وجماله وزهوته وحلاوته والامكانيات اللي كانت فيه من اجهزه لتوضيبات لاسانسيرات لكل حاجه على احدث طراز، وكل حاجه جايه من فرنسا. الرئيس مبارك سنه الافتتاح استخسروا ان هو يعملوا مستشفى حكومه. راح قسموا جزئين، خلى جزء خاص وجزء سماه مستشفى الباطنه. الحكومه خلاها حكومه برضه، قسموا حتتين كده، جزء خلاه مجاني والجزء التاني خلاه بفلوس، اقتصادي واستثماري. تعالوا دلوقتي احنا بنشحت المرتبات لان المستشفى مش شغاله. المستشفى وقعت او هم وقعوها او عايزين يخربوها، وكل يوم والتاني جاي لنا وفد من الامارات. انا مش عارفه الامارات دي عايزه مننا ايه. كل يوم والتاني ناس جايه لنا بعبايات بجلاليب بيضه كده وجبه وقفطان، داخلين يلفوا في المستشفى، ياخدوا لفه ويمشوا، ياخدوا لفه ويمشوا. بيبقوا نازلين في فندق جراند حياه اللي على الكورنيش جنبنا، يروحوا نازلين بعربياتهم السودا دي داخلين الباركينج بتاع المستشفى، يلفوا لفه في المستشفى وياخدوا بعضهم ويمشوا. ليه؟ عايزين يشتروا المستشفى. ليه بقى عايزين يشتروها؟ ليه؟ من جمالها وموقعها والموقع الاستراتيجي بتاعها. معروفه القصر العيني التعليمي الجديد الشهير بالفرنساوي. زي ما اشتروا برضو مستشفى اللي كان ماسكها نيل بدراوي، ما هم ناس من الامارات هم اللي اشتروها. اللي كان ماسكها الدكتور حسين بدراوي، اسمها نيل بدراوي او حسام بدراوي، هم اشتروها بس خلوها في حته تانية. هو احنا ليه كل حاجه عندنا شغاله او بس ناقصها شويه رتوش صغيره علشان تشتغل وترجع لرونقها وزهوتها نبيعها كل حاجه؟ طيب هنرجع للقديم. عواد باع ارضه، بعد ما يبيع الارض عواد هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عواد؟ ما احنا كده خلاص بعنا الارض. وزي ما قلت لكم عواد باع ارضه. احنا بعد ما نبيع جميع اصول الدوله والاساسيات، حتى لو هي حق انتفاع لمده 50 سنه، ولما عارفين لما يجوا ياخدوها يسيبوها لنا، هيسيبوها لنا خرابه. الامارات اللي الصهاينه دلوقتي، الواحد بدون يعني مش عاوز يذكر اي حاجه، اللي هم مسلطينهم علينا، الغرب مسلطينهم علينا عشان يشتروا ارضنا، بقى لهم نص الدوله. قولوا لي بقى هنعمل ايه؟ احنا هنبقى جمهوريه الامارات المصريه، ولا جمهوريه الامارات جمهوريه مصر العربيه، ولا تحيا مصر، ولا ايه؟ قولوا لي بقى يا جماعه. احنا مش عارفين نعيش دلوقتي كل حاجه، واحنا ده انت لسه مزود الكهرباء في شهر 4، يعني 5 و6 و7 8 3 شهور. كل 3 شهور تزود الكهرباء، كل 3 شهور تزود حاجه. ولا انت عشان اديتنا 600 جنيه انتوا زودتونا 600 جنيه؟ زي ما واحده برضو بتقولي في التعليقات انتوا كل شهر 7 بتزيدوا مرتبات، ما فكرتوش تزودوا الايجار؟ يا بنتي ما احنا ما ده عقود مبرمه، انا هزود ايه؟ ما ده عقد احنا متفقين عليه، وده ايجار احنا متفقين عليه.
ما هو لو في زياده في الايجار في العقد كنا احنا زودنا، زي الايجارات اللي بعد 96 كاتبين 1% و2% و3% في العقد، اللي هي الايجارات 59 سنه. اجباري الايجار بيزيد ال1% وال2% وال3% على قيمه الايجار السنوي. لكن احنا خدنا عقود بدون زياده ايجار، يبقى زود ليه؟ انت بتقولي لي احنا بنزيد كل سنه، انت مش شايفه الاسعار بتعامله فينا ازاي؟ ماشي، انت من حقك تعيشي برضو وانا من حق اعيش، بس انتوا واخدين تمن البيوت تالت ومتلت. انتوا خدتوا تمن البيوت دي مره واثنين وثلاثه، انت عايزه ايه؟ ولا اللي بيقول انت بتزيدوا كل سنه؟ ادي الزياده وادي الصفعه اللي بتدهنا الحكومه على وشنا. كل ما نيجي نفوق ونقول تحيا مصر ونقول مصر دي بلدنا، انتوا كرهتونا في البلد والوطنيه والمصر والمصريين. قولوا ايه اديتنا مصر؟ يا مصر بتعمليها ازاي؟ الناس اللي قاعده المسؤولين دول يا جماعه قاعدين بيعملوا ايه؟ قاعدين بس بيفكروا ويخططوا ويدبروا ان هم يقرفونا، يقرفوا الشعب المصري، يقرفوا الناس الغلبه. ما بتشوفوش انتوا بتصرفوا ايه؟ سفرتكم بتبقى عامله ازاي؟ بص العشاك وعشا الراجل الغلبان اللي قاعد على باب الله. بص انت بتتعشى ايه وبتاكل ايه وعندك خدم وحشم ايه، وده قاعد بياكل على الرصيف فول وطعميه واحيانا عيش حاف. انتوا عقولكم دي فيها ايه؟ انتوا ناسيين ان انتوا هترجعوا لربنا سبحانه وتعالى؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. كل مسؤول يا جماعه يتقي الله في الشعب ده، يتقي الله في الناس الغلابه دول، يتقي الله في الناس اللي بقى المرتب ما بياكلهاش عيش حاف. والله واحده بعتلي في التعليقات بتقول لي انا ايجاري 2000 جنيه والمعاش بتاعي 3800 جنيه وهيزيد ال 15%، قولي لي اعمل ايه؟ مش عارفه ارد عليها اقول لها ايه. معاشها كله على بعضه 3800 جنيه، كانت بتدفع 200 جنيه بقت بتدفع 2000 جنيه. طب هتقضي منين؟ زياده الكهرباء الجديده ولا زياده الغاز ولا زياده الادويه وزياده مش عارفه ايه وايه وايه؟ هو في ايه بس؟ تعالوا مع بعض بقى نسمع حقيقه الارقام اللي انا قلتها في الاول على لسان النائب البرلماني عبد المنعم امام، من يعني ساعه تولي رئيس الوزراء من 2018 للنهارده. والنهارده 2026 الكهرباء زادت 762%، المترو زاد 925%، اسطوانة البوتاجاز 1150%، الغاز الطبيعي 1500%، البنزين 594%، الدواء 300%، مواد البناء 600%، الفراخ البيضاء 450%، اللحمة 500%، سعر الصرف الرسمي 186%، التضخم من 8% ل 40%. لكن احقاقا للحق الاجور الحمد لله زادت من 1200 جنيه ل 8000 جنيه، ارتفعت 400%، لكن الحقيقة انها بالدولار كانت 168 دولار بقت 122 دولار. هذا ما نقدمه للمواطن المصري. هذه هي حقيقة الأرقام. الحقيقة إن المواطن المصري النهاردة بقى عنده شعور متزايد إنه كل اللي ما يخصه بقى مسار قلق، مسار ضجر، مسار خوف على مستقبل. الأسعار بتلتهم الدخول، الخدمات بترهق الناس، والمستقبل يبدو أثقل من أن لا يحتمل. أنا باسمي وباسم حزب العدل برفض هذه الزيادة. شكرا. شكرا يا سيدي. زي ما انتوا سمعتوا يا جماعه، ادي حد من الحكومه، حد من الشعب البرلماني عبد المنعم امام قال حقيقه الارقام اللي انا لسه قايلها لحضراتكم دلوقتي من 2018 ل 2026. بصوا الدواء زاد من، انا كنت في علبه دواء انا كنت بجيبها ب 90 جنيه، انتوا عارفين انا دلوقتي بجيبها بكام؟ ب 188 جنيه، يعني يعني 300% قد تمنها. علبه كونترلوك دي اللي هي بتاع المعده انا كنت بجيبها ب 90 جنيه، واول ما جبتها والدكتور كتبها لي كانت ب 60 جنيه، وبعد كده بقت ب 70 80 لحد ما وصلت 90 جنيه. غابت شويه كتار ب 90 جنيه، وفوجئت من 122 جنيه ل 188 جنيه. احنا نروح فين؟
حد يدلنا يا جماعه. وعايزه اقول كمان بقى، شايفين بعد المهزله اللي حاصله دي كلها، بعد كل القرف اللي احنا فيه والتعب النفساني اللي احنا فيه ده كله، طبعا جه الرئيس السيسي، كنت سمعت له مقطع كده بيتكلم عن الاكل وعن الشرب وعن بناء الدوله. فقال لك ايه؟ احنا نبني الدوله ولا ناكل؟ نعمل جيش وطني ولا ناكل؟ نأمن حدودنا ولا ناكل؟ ولا نتعالج؟ فاحنا ضحينا، احنا مع الرئيس نعمل تفريعه في قناه السويس ملهاش 60 لازمه 30 لازمه، لم فيها فلوس المصريين، وفي الاخر قال لهم مفيش فوايد ومش عارفه ايه. ولا نعيش في امان؟ لا، احنا اخترنا الامان طبعا. جوعنا وعيينا ولا اتعلمنا ولا كلنا ولا شربنا، وبقينا خلاص زي ما انتوا شايفين الوجه اهو. انا عينه، انا وشي وشكلي ده عينه من كتر الارهاق النفسي اللي الواحد فيه ده. بصوا في وشوش كل المصريين، هتبصوا تلاقي غضب وكره وحقد للحكومه والمسؤولين، بقى كله ضجر. يعني قلب الواحد، صدر الواحد ضيق كده، قلب الواحد مولع من الحكومه واللي بتعمله. وبعد ده كله نفوجئ وداخل علينا طياره مسيره اخترقت سماء مصر، اللي احنا عندنا يعني عندنا جيش جوي او دفاع جوي مش موجود في العالم ده، بناء على كلام المسؤولين والدوله. دخلت لحد دمياط، ضربت السفن في دمياط، ودي طياره واحده. فين الامن بقى؟ يعني جوعتونا ومفيش امن. طب فين الامن والامان هنا لما طياره مسيره تخش لحد دمياط؟ يعني نص مصر، يعني يمكن 3-4000 كيلو في داخل سماء مصر. فين بقى الامن والامان؟ فين؟ يعني احنا لو كنا كلنا وشربنا والطياره دخلت كنا قلنا ماشي، ما احنا دورنا على بطننا، لكن لا كلنا ولا شربنا ولا اتعلمنا ولا تعالجنا، وفي الاخر السماء بتاعتنا اخترقوا السماء المصريه. معنى كده ان احنا مش في امان. يعني لو 3-4 طيارات مسيره زي دي دخلت وهم بيخططوا ان هم يحتلوا مصر، هيحتلوها في نص ساعه، في اقل من نص ساعه. وبعد 14 ساعه رئيس الحكومه مدبولي طالع يقول اصلي مش عارفه كذا، ورئيس الدفاع الجوي المصري مش عارف، مش لاقيين رد. فين القوات البحريه؟ فين القوات الجويه؟ فين الامن والامان؟ فين الرادارات اللي بتصرف عليها من قلبنا بعد ما جوعتونا وعيتونا ومرضتونا وبتموتونا بالبطيء؟ لا عارفين نعلم عيالنا ولا عارفين ناكل ولا نشرب. انا بقول لكم النهارده 2 في الشهر وبندور نستلف حقيقه كل شهر وهكذا. فين بقى الامن والامان؟ فين يا سياده الرئيس؟ فين يا سياده مصطفى مدبولي انت واعوانك ومستشارينك ووزرائك؟ فين انتوا ده؟ فين مننا؟ فين من الطياره اللي دخلت ولا تعرفوا جايه منين ولا رايحه فين ولا مصيرها ايه؟ مفيش رصد، مفيش جايه منين. ده لما تكون في كاميرا في الشارع ويمسكوا الحرامي من تحت كاميرا، لكن دوله بحالها، دوله بعزم مصر وقوه مصر وعراقه مصر، الطياره تخش السماء بتاعتها ما يعرفوش جايه منين ولا اولها فين ولا اخرها فين. دوله زي مصر كده انا مش عارفه. بقى 120 مليون واحد، 120 مليون فرد ما فيهمش 10-15 واحد عنده ضمير. الحكومه دي بوزراء هتتشال ويجوا يمسكوا يعدلوا حال البلد دي. 120 مليون واحد ما فيهمش 1000 واحد بس يمسك حال البلد، من محافظين لمسؤولين لرؤساء لكل رؤساء احياء لاي حاجه، يصلح حال البلد دي ويعدلها. انا مش عارفه دوله كامله ما فيهاش غير مصطفى مدبولي ووزرائه الكهن اللي عنده 70 سنه و80 سنه وعايزين يغيروا الدستور عشان يقعدوا تاني ويكملوا تاني في قرابيزنا تاني من 2014 للنهارده، من ثوره 2011 للنهارده.
وتولي مصطفى مدبولي من 2006. ايه الاصرار الرهيب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تولي مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة؟ يعني وزارات تتشال وزارات تتحط ومدبولي زي ما هو. ليه؟ ليه؟ ايه السر وراه؟ هي امريكا اللي حطاه ولا ايه؟ امريكا اللي حاطه مدبولي غصب عن الرئيس السيسي عشان يبيع البلد حته حته؟ مش عارفه والله، مش لاقيه كلام تاني اقوله بصراحه. وفيه مشكله ومصيبه، كارثه كارثه بقى. دلوقتي عندنا الاعلامي احمد موسى مريض وتعبان. ليه ما تعالجش في مستشفيات مصر؟ اللي عمال يقول ده احنا عندنا جهاز طبي وعندنا مش عارفه مستشفيات على اعلى مستوى واجهزه امنيه وعندنا 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 وعندنا، وعمال يمدح في الصحه وزاره الصحه. ليه ما تعالجش عندنا؟ ليه سافر المانيا؟ ايه اللي سفره المانيا؟ ليه؟ ده دليل على ان احنا ما عندناش، لا عندنا طب ولا عندنا دكاتره ولا عندنا تمريض ولا عندنا جهاز ولا عندنا وزاره صحه اصلا. عشان تعرفوا المسؤولين اللي هم زي مصطفى مدبولي والاعلامي احمد موسى ومصطفى بكري والجماعه دول كلهم لما بيعيوا ما بيتعالجوش هنا، لان هم مش واثقين هنا، مش واثقين في مصر ولا المصريين ولا الدكاتره المصريين. اللي بيروح يتعالج في المانيا واللي بيتعالج فين؟ بنت وزير الصحه لما ولدت حبت تولد راحت المانيا وزير الصحه. طب ليه ما ولدتهاش هنا في مصر في مستشفى مصريين؟ اللي انتوا بتقولي انت وزير الصحه يعني ممكن تولدها في احسن مستشفى في مصر، ليه ما ولدتهاش هنا؟ احمد موسى الاعلامي اللي مش عاوز، اللي يعني مختلط الجنسيات، معرفش جنسيه ملته ايه ولا هو عايز ايه. واضربوا على سبيل المثال احمد موسى سافر بره وبنت وزير الصحه سافرت بره، وحطوا على وتيره كل ده الاكل. ما بياكلوش من هنا، اكلهم بيجي من بره. جميع طلبات اكلهم وشربهم وميتهم وكل حاجه بتيجي برضو مستورده من بره، بيجي لهم هما مخصوص كده في طياراتهم الخاصه. الطياره بتروح تجيب الاكل وتيجي، زي ما كان بيحصل مع الرئيس السادات ويحصل مع جمال عبد الناصر ويحصل مع الرئيس مبارك وغيره وغيره. والشعب هنا ياكل الزباله، ياكل الفراخ الميته، ياكل البهايم الميته، ياكل الاسماك الميته اللي بيتحط لها الفراخ النافقه علف للاسماك. ده كلام رئيس شعبة الدواجن. الفراخ الميتة دي رايحة فين يا سيادة مش عارفة ايه؟ قال له ده بتروح علف للدواجن. يعني بيحطوا لنا السم بسم. احنا قلنا السمك انضف حاجة هناكلها، اتاري السمك اقسم بالله انا عايزة ارجعه وانا قاعدة. جت واحدة من كام يوم لو انتوا شفتوها، انا شفتها امبارح، بتقول انا ست، يعني هي بتروي قصة لها العجب. بتقول انا فلاحه والجاموسه بتاعتنا كانت والده، وجه التاجر عشان يفصلها فصلها ب130,000. جت تعبت ومرضت هي والصغير بتاعها، هي والجاموسه الصغننه بتاعتها. خلال 15 يوم الجاموسه ماتت، بقت مرميه كده في الدار مش عارفين يعملوا فيها ايه. فراح اتصل بجوزها واحد وقال له ايه، انا هاجي اخد منك الجاموسه دي ب30,000. ففعلا الراجل جه حمل الجاموسه الميته وخدها ومشي. فراح متصل عليه تاني قال له معلش، هو انت خدت الجاموسه الميته دي هتعمل بها ايه؟ قال له امال انت فاكر ايه؟ المطاعم وكل الاكل اللي بره، جميع الاكل اللي بره بيروح من الحاجات الميته دي. امال هما بيكسبوا منين؟ بيقول لك الفراخ الميته بياخدوها في شوال، يلفوا على البيوت اللي عنده فراخ ميته بياخدها، اللي عنده جاموسه ميته بياخدها، اللي عنده مش عايزه اقول حمار ميت بياخده، اللي عنده كلب ميت بياخده. ليه؟ لان حرام بنسبه 90% ان العيال دي مرضوها. والجيل بتاع اليومين دول العيال غاويه الاكل من الشارع، لان الامهات بقت هوانم مش عايزين يطبخوا. الامهات بقت هوانم مش عايزين يطبخوا. العيل يروح يجيب السندوتش ب70 80 جنيه 100 جنيه وهو اصلا فراخ ميته ولحمه ميته وزفت وبلا ازرق. ليه؟ من كتر التوابل اللي بتتحط عليه والاطعمه اللي بتتحط عليه. هيبقى احسن من اكل امه. فانا نصيحه مني هنا
من على قناه حكايات يوميه. يا ريت كل الامهات تدوس على اولادها وياكلوا اكل البيت. ان شاء الله تكوني عامله فول وعدس احسن من الاكل اللي بره، لان الاكل اللي بره والله يا جماعه وحياه ربنا من بق الست الفلاحه ان الجاموسه الميته هياخدوها يعملوها اكل كباب وكفته وحاجات في المطاعم. اللهم بلغت اللهم فشل. قولوا لنا بقى يا حكومه، انتوا عايزين مننا ايه؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ المرتبات كانت من 2018 وقلنا 168 دولار، نزلت ل 122 دولار حقيقة يعني. والمرتب زاد مش عارفة من 700 جنيه بيقول ل 8000 جنيه، من 1000 جنيه ل 8000 جنيه. طب لما تحسبها هتلاقي 8000 جنيه ب 122 دولار، في حين ان انت كنت في الاول بتاخد 168 دولار. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو او يشوف الحلقه بتاعتنا يعمل لنا لايك كتير وشير كتير وسبسكرايب كتير للفيديو عشان خاطر يلف الدنيا ويلف العالم. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من عندنا حكايات يوميه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم والسلام عليكم.